صار مرة تانية دلوقتي في الفيديو ده التاني للرحلة البحرية في براتيسلافا. وزي ما قلت ده كده هنا في قلعة براتيسلافا كاسل سانت مارتن دوم اللي الملكة سانت ماريا تريد نصبت فيه، وهو مشهور قوي له شهرة هنا. كانت ملكة النمسا برضه. زي ما انا بقول ان انا هنمر في الرحله دي لمده 45 دقيقه في الرحله النهريه دي تحت 5 كباري. يعني احنا مريت كده او عدينا كوبري خلاص، فاضل 4 كباري كمان. طبعا منظر المياه جميلة جدا زي ما قلت في الفيديو اللي فات. يا ريت إن في مصر وبلاد تانية يهتموا بالحركة النقل النهرية. أنا هوثق في كل فيديو بصوره. أنا كده ظهر في الفيديو أهو، وبعد كده النهر. Що будемо у Вену їхати, а то туди і обратно все приємно. Ми сказали ні. То ми вирішили по Братиславі, по Мостах проїхатися. Красиво. Чесно. Ні, ми вирішили тут. Так. Віточка, привіт. Не хочу з нами розмовляти. Привіт. طبعا ممكن يبقى فيه صوت ناس لو هي بتتكلم، معرفش بقى هيعملوا Ти не хочеш з нами أثروا على الفيديو ولا الصوت، بس هنا في دوشة. واللي أنا ملاحظه إن في الناس اللي هنا معظمهم براتيسلافا. في ناس أمريكان كانوا بيسألوا إحنا في الطابور جايبين تذاكر منين، اشتريتوها أونلاين ولا اشتريتوها منين؟ لكن الأغلبية هنا اللي شايفه إنهم معاهم أطفال ومعظمهم ناس سلوفات، معظمهم ناس منهم كتير جدود ومعاهم أطفالهم. أنا بصور ده يوم السبت، يوم أجازة مدارس، والصبح الساعة 10 وشوية، الحرارة فوق 30 متهيألي. لكن الملحوظ الناس أهل البلد. أنا شايف في منظر هناك ناس واقفة جنب القلعة مطعم أو حاجة، بس أهل البلد نفسهم بيخرجوا يستمتعوا بالرحلات دي والحاجات دي، مش مكسرين وقاعدين في البيت يعني. في نقش صغير اهو. انا معرفش كده، انا بشوفش نشاط في البيوت في مصر الان. معرفش في البلاد العربية اللي فيها نهر بيجري الفرات برضه، هل في عندهم حركة نقل نيلية بقى نهرية ولا لا؟ النيل دايما بنوصل بيها النهر في مصر يعني بنقول الحركة النيلية مش النهرية حتى، مش عارف ايه. دي براتيسلافا بالمية في النهر. واعتقد كده ان انا هكتفي بهذا الجزء، واشوف احنا في الرجوع اذا كانت في حاجة تانية تستاهل ولا لا الواحد يصور. الى فيديو اخر ان شاء الله.